السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى أخوات وأحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب العالمين. رمضان مبارك عليكم وعلى أحبابكم. يا رب نعاد علينا وعليكم الأمة الإسلامية بكل الخير يا رب، والصحة والعافية واليمن والبركات يا رب العالمين. النهاردة جايين بوصفة تقدر تقولي كده وصفة العيد، وصفة العيد والمناسبات. وصفة حلوة قوي قوي تعمليها وانتي خارجة، لو عندك مناسبة تعمليها وانتي خارجة في العيد. طبعا بقى الوقت دوت اللي بنجهز فيه الماسكات بتاعت العيد، وده ماسك العيد الجميل هنعمله وان شاء الله هتلاقي منه نتيجة جميلة. تفتيح، وكمان إزالة للجلد الميت، كمان نضارة. حاجة كده جميلة، جربيه وإن شاء الله يعجبك. أتمنى منكم الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس واعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم إشعار بالحاجات اللي بننزلها بإذن الله تعالى إن شاء الله يا طيبين. أول حاجة معانا المكونات بتاعتنا، الحاجات كلها طبعا من البيت زي ما احنا متعودين. معانا إيه؟ أول حاجة معانا معلقة من النشا الجميلة أو الكورن فلاور أو المايزينا. أول حاجة معانا معلقة من النشا. خلاص يا حبايبي، معلقة وكلها معالق صغيرة، مش حاجات كبيرة يعني ولا حاجة، لأن يعني الماسك هيكون بكميات متساوية. خلاص حبايب قلبي، أول حاجة معلقة من النشا الجميل، معانا معلقة من اللبن البودر اللي بيوحد لون البشرة وكمان بيدي إيه، بيزيل التصبغات وكمان النمش وبيوحد لون البشرة، حاجة كده يعني. المكون الثالث الجميل وهو معلقة من القهوة، القهوة بتاعتنا الجميلة اللي بتقشر البشرة وبتدي للبشرة نضارة وبتوحد لون البشرة، حاجة كده من الآخر وكلنا طبعا عارفين فوائدها. خلاص يبقى احنا كده معنا 3 مكونات، معلقة من النشا، معلقة من اللبن البودر، معانا معلقة من القهوة. خلاص المكونات بتاعتنا اهي سهلة وجميلة وبسيطة وكلها من البيت ومتوفرة. معانا ايه؟ معانا معلقتين من اللبن بتاعنا الجميل، اللبن الحلو بتاعنا الجميل ده. هنقلب بقى المكونات بتاعتنا مع بعض اهي لحد ما تبقى ايه، مديانة كده السمك الكريم الجميل اللي احنا طبعا متعودين عليه. الماسك حلو قوي وسهل وجميل وسريع وبسيط وحاجة كده روعة روعة روعة. طب زي ما قلت لك ده الماسك بتاع المناسبات الجميلة بتاعتنا، اللي هتعمليه قبل أي خروجه قبل أي مناسبة. اهو ما شاء الله كله داب بسرعة ما شاء الله عليه، وهو كمان سمكه كده جميل جميل جدا جدا، مش هنحتاج اي حاجة تاني. خلاص لو انت بقى ممكن كمان بدل اللبن تقدري تحطي العسل، تقدري تحطي معلقة من العسل. خلاص حبايب قلبي، وهو ده السمك الحلو الجميل اللي يتفرد على البشرة حلو قوي قوي. اهو ماسك الجمال والنضارة والتفتيح، البياض، التقشير. بصي حاجة من الآخر اهو. هنوزع الماسك الحلو الجميل دوت على البشرة. طبعا البشرة نضيفة وناشفة، وهنوزع الماسك بتاعنا الجميل ده. خلاص حبايب قلبي هتسيبيه ربع ساعة لحد ما يقرب يجف كده، وبعد كده هتبدأي تغسليه. وبعد ما تغسليه طبعا زي ما احنا متعودين مادام في قهوة يبقى لازم في ترطيب، ترطيب بأي زيت عندك أو مية الورد أو زيت الورد الجميل اللي بينور البشرة، أو مية الورد أو زيت الورد أو زيت الزيتون. ما تقفيش عند أي حاجة، أي حاجة عندك ترطيب اعمليها. خلاص ان شاء الله يا رب الماسك يعجبكم، جميل جدا جدا، حاجة سهلة وبسيطة، والفيديو حتى ما شاء الله عليه كده سريع وجميل، والمكونات بسيطة. ان شاء الله تعمليه وان شاء الله هتقولي لي وتكتبي لي في الكومنت من اي بلد، واكتبي لي قولي لي الماسك عمل معاكي ايه. لو انت عايزه تقليه شويه مفيش اي مشكله، بس هو برضو كده جميل جدا جدا عشان تقدري توزعيه براحتك. طبعا هتحطيه على بشرتك باذن الله تعالى طبعا كلها، وهتسيبيه ربع ساعه كده لحد ما يجف، وبعد كده هتغسليه وشوفي بقى البياض والتفتيح النضاره، الجمال ان شاء الله هتحصلي على بشره صافيه وجميله ونظيفه. يا رب الماسك يعجبكم. شكرا ليكم، جزاكم الله عنا كل خير، ورمضان مبارك عليكم وعلى أحبابكم يا طيبين. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله يا أحلى أخوات في الدنيا. مع ألف سلامة يا طيبين، مع ألف سلامة إن شاء الله. رمضان مبارك عليكم في رعاية الله وحفظه. مع ألف سلامة.